أنا كنت مرهق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشاعر الرياضي أحمد صلاح. أنا من يومين كده يا جماعة كنت بلعب ماتش والمضرب طار من إيدي ووقع واتقطع. أنا مش هتكلم عن المضرب خالص وعن تنس الطاولة في الفيديو ده. أنا النهاردة كل ما حد يشوف المضرب يقول لي يا ابني ده حسد، وفي ناس تذكر لي أسامي العيون كمان، ده عين مش عارف إيه وعين إيه. مفيش حاجة اسمها كده. هو طبعا الحسد موجود وكل حاجة، والحقد وكل حاجة، ومنتشر كمان بين الناس. بس هو رسالتي لكل الشباب، انت مجرد ما انت تحصن نفسك، تقول اذكارك، تصلي الفجر في جماعة، ربنا يحميك. اي حاجة تحصل لك ده قدر، هيصيبك. فانت تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول اذكار الصباح، تقرا المعوذتين، وتقول قل هو الله احد 3 مرات وتنفس في ايدك. خلاص انت كده في حماية ربنا. اي حاجة بقى هتصيبك ده قدر، هيصيبك. انا ما كنتش مركز مثلا، ايديا كانت كلها